اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباح الفل والورد والياسمين على كل متابعين وصفه واكله مع شيمو. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفه حلوه قوي وطريقه سهله جدا وفي نفس الوقت اقتصاديه. يعني بصدر فرخه واحد بس هنعمل وجبه تكفي 6 افراد. طبعا الدنيا راحت في داهيه والاسعار راحت نار والناس ما عادتش عارفه تروح فين وتيجي منين. فاحنا النهارده هنعمل وجبه اقتصاديه بصدر فرخه. وهنعمل ايه مع بعض؟ الوجبه النهارده حلوه قوي ومختلفه وجميله وهتعجبك وهتعجب الولاد كمان. فما تنسيش بقى استبعيني كده لاخر الفيديو وتشوفي الفيديو كده للاخر، وما تنسيش اللايك، اهم حاجه اوعي تنسي اللايك. ولو بتشوفيني اول مره يا ريت بقى تعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. يلا بينا نبدا مع بعض ونشوف المكونات بتاعتنا ايه ونشوف الوصفه كمان ايه. صدرين 2 اهو. شمرنا ايدينا وحمينا سكاكيننا وجبنا البلانشة بتاعتنا عشان نقطع صدر الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هقطعه قطع صغيرة خالص، يعني انا هقطعه في الاول كده شرايح زي البانيه، وبعدين هرجع اقطعه شرايح زي الشاورما، وهرجع اقطعها تاني قطع صغيرة كده، يعني مربعات صغنونة كده خالص. يعني هرجع اعيد عليها تاني زي ما انتوا شايفين كده. الشرايح اللي انا عملتها زي الشاورما هرجع اقطعها تاني قطع صغيرة خالص. كان ممكن افرمها، وممكن حد دلوقتي يسألني ممكن نفرمها يا شيمو؟ لا، اوعي تفرميها. لو جيتي تفرميها هتقفش منك وهتمسك منك وانت بتعصجيها. يعني كل واحدة يعني ايه، مش هتعرفي ان انت تفرفريها كده، احنا عايزينها مفرفرة، كل واحدة مخصمة التانية. يعني الفراخ كده لما تيجي تعصجيها ما تبقاش عاملة زي الكتل كده في بعضها، تبقى مفرفرة كده. المهم ايه، بنقطع كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا غاسله الصدور كويس ونقعتهم في ليمون وملح. اهم حاجه اغسلي الفراخ بتاعتك او اللحوم، ما تغسلهاش، اديها شطفه بسيطه. انا عن نفسي، في ناس ما بتغسلش اللحوم، بس انا عن نفسي لا، لازم ادي للحمه بتاعتي شطفه كده قبل ما استعملها. انما الكبده هي الحاجه الوحيده اللي انا ما بغسلهاش. المهم زي ما انتوا شايفين كده، انا قطعتهم كده قطع صغيره، وقعدت يعني اعيد عليهم كده بالسكينه، خليتهم قطع صغيرة خالص اهمت. خلاص تمام كده. خش بقى على التتبيلة الجامدة دي. اولا ممكن ان انت تعصجي الفراخ كده على طول، بس انا بحب ان انا اديها تتبيلة. يعني بحب ان هي تاخد توابل وتاخد بصل قبل ما اعصجها. الفراخ بالذات غير اللحمة. لان الفراخ يعني ايه، بحس ان انا ايه، بحب ان انا اعزز طعمها كده. انما اللحمة لو حطيتي عليها شوية فلفل وشوية وحبة بصل كده تلاقيها طعمها حلو. اللحمة برضو حافظة مقامها وحافظة قوامها وحافظة مكانتها برضو. المهم ايه، جبنا بصلاية صغيرة حطيتها. يعني انا فرمت هنا بصلتين، خدت معلقة بصل وحطيت عليهم شوية فلفل ومعلقة صغيرة من السبع بهارات. وشوية ملح، وتبلت الفراخ زي ما انتوا شايفين. جيت هنا دي معلقة زبدة على شوية زيت. هنزل بقى بالبصل، بقية البصل دولت بصلتين زي ما قلت لكم، بصلتين مفرومين، خدنا منهم معلقة بصل تبلنا بيها الفراخ زي ما اتفقنا. وبقيت البصل حطيته هنا، شوحته كده تشويحة كده، يدوبك بس البصل بتاعي يدبل معايا. وانزل كده بالفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين، اديها تشويحة كده واسيبها كده تتشوح وتاخد لون. وبعدين هنا عندي بقى طماطمتين مفرومين، حطيت هنا توابل بتاعت الفراخ. لان ما كنتش حابه، حطيت منها في التتبيله فحطيتها دلوقتي. دول الطماطمتين عصراهم معصورين اهم، عصير طماطمتين. وبعدين هحط معلقتين كبار من معجون الطماطم او من الصلصه. نسيبهم كده بقى ياخدوا مع بعض كده لحد لما يندمجوا كلهم بقى مع بعضهم ويبقى تمام كده، ونطفي عليهم كده. خلاص اهوت، انا حطيت بس شويه ملح. الملح انا ما كنتش حطيته في الاول، بس قلت لكم انا حطيت شويه ملح. تمام. فحطيت شويه نطره ملح صغيره اهوت عشان برضو عصير الطماطم اللي انا حطيته. وبعدين طفيت بقى النار بتاعتي، وهاجي بقى احضر هعمل بقى شويه كريب. ما تفتكروش ان انا هعمل كريب يعني سندوتشات كريب، ولا هعمل بقى كريب. استنوا استنوا وشوفوا الوصفه للاخر. هنعمل وصفه حلوه قوي. دولت كام؟ المفروض ان انت هتعملي قارب صغير، هيبقى كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من اللبن، وممكن بيضة واحدة. انا حطيت هنا كوبايتين، دولت 4 كوبايات، لان انا
بحب اعمل كريب بزياده احتفظ بيه عندي في الفريزر، ممكن اطلعه للولاد في اي وقت اعمل لهم بيه اي حاجه لو غضبانين عن الاكل زي ما انتوا عارفين كالعاده وكلنا كده. المهم ايه، هخلط بقى دولت على فكره ميه على لبن، مش لبن صافي. إيه يعني كوبايتين من الميه وكوبايتين من اللبن وبيضتين، وحطيت عليهم 4 كوبايات من الدقيق، تمام كده، ورشة ملح ورشة فلفل اسود عشان احنا بنعمل كريب يعني ايه حادق، فعادي بقى احط فلفل اسود، وحطيت برضو شوية خل. الخل ممكن تحطيه مع الكريب الحلو والكريب الحادق. جينا هنا بقى نعمل الكريب بتاعنا على النار زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت الجريل بتاعي لان انا هعمل في قارب مربع، فقلت بقى ايه، شغلت بقى الجمجمه كده وقلت اعمله في الجريل المربع بدل ما اعمله في المدور ويزهقني كده في التحضير، لان انا عايزاه مربع. تمام تمام. اللي ماشي بقى معايا لحد هنا واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لايك، واللي بيشوف بقى القناه بتاعتي لاول مره يا ريت بقى يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل فيديوهاتي. شوفوا الكريب بتاعنا طالع حلو ازاي، ونصه ميه ونصه لبن. وممكن نعمله بالميه كمان والله مش هيقول لا. هو يعني المحلات كلها شغاله باللبن، مفيش اصلا حد عنده ضمير الايام دي ولا حد بيتقن في عمله قوي كده غير ست البيت. مجرد بس ما تحسي كده ان الحروف رفعت منك تقومي جايه قلبه الكريبايه بتاعتك. شوفوا تتقلب معايا بكل سهوله اهيت. طبعا حاطه صينيه ورايا وفرشه عليها فوطه بحط عليها الكريب. نوزع كده، والحتت بقى اللي تحسي فيها فتحات كده حطي فيها نقطتين عادي مش هيجرى اي حاجه. تمام كده يا حلوين، تمام. هنخلص بقى الكريب بتاعنا ونحاول ان احنا نديله لون كده بامبا حلو كده، عشان احنا مش هنحطه تاني على النار، احنا هنعمل بيه وصفة حلوة قوي زي ما اتفقنا. وما تجروش الفيديو عشان تعرفوا ايه الوصفة. خلاص كده تمام. شوفوا الكريب بتاعي شكله حلو ازاي، جميل ازاي، يا سيدي يا سيدي. ايه العظمة وايه الجمال وايه الحلاوة دي، في احلى ولا اجمل من كده؟ يلا بقى نحضر بقية المكونات بتاعتنا. عندي هنا دولت 3 معالق من الزبدة، هحط عليهم 3 معالق كبار هرميين كده من الدقيق اهوت، ونشوحها نديها تشويحة كده لحد بس ريحة الدقيق كده ما تطلع منه، وبعدين انزل باللبن. طبعا كمية اللبن دي مش هتكفي، هروح ازوده مية. اللبن غلى يا جماعة، كل حاجة غلت وكل حاجة راحت في داهية وكل حاجة راحت نار. فانتوا حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ايه تكونوا مدبرين وموفرين. تمام يا حلوين، تمام. المهم هنا هنزل بقى بمكعب مرقة دجاج، احنا مش عايزين الصوص بتاعنا يبقى تقيل، احنا عايزينه خفيف. تمام. هنحط بقى الفلفل وهنحط بقى بس كده الفلفل والملح وكده خلاص تمام. المكونات بتاعتي كده جاهزة، والصوص بتاعي اللي هو الوايت صوص بتاعي جاهز اهوت. احنا هنعمل ايه بقى، تعالوا هنا. القالب ده دهنته زبدة، وهحط هنا طبقة من الكريب زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هحط طبقة من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي، وطبقة كمان من الفراخ اللي احنا عصجناها مع بعض. احنا بنعمل حاجة كده شبيهة لللازانيا، بس اقسم بالله لو جربتوها احلى واطعم من اللازانيا كمان. بكوبايتين دقيق هتعملي القارب ده. شوفي بقى لما تروحي تشتري علبة اللازانيا دلوقتي هتشتريها بكام. فاحنا بقى عملنا لك بقى طريقة حلوة وموفرة ومدبرة، وفي نفس الوقت يعني اقول لكم إيه بسيطة جدا وسهلة وتعمليها في بيتك، وكل هياكل وهينبسط كمان. قطعت كده الكريب بتاعي على قد القارب، بس الحمد لله ان الجريل كمان كان اكبر من القارب، يعني عشان اقطع بقى الكريبات كده ايه براحتي كده. بحط بقى طبقات كده من الكريب، وبعدين طبقة من الصوص الوايت صوص اللي احنا عملناه دلوقتي مع بعض، وبعدين شوية من الفراخ كده نوزعهم برضو، ونحط شوية جبنة موتزاريلا.
حابه ان انت تستغني عن خطوه الجبنه الموتزاريلا دي، استغني عنها براحتك خالص. يعني هي ما بتزيدش اضافه بس غير المطه بس ديت. الجبنه الموتزاريلا معدومه الطعم يا جماعه. ممكن تحطي جبنه مثلثات كمان، ممكن تحطي جبنه قريش لو حابه. خلصنا خلاص كده. كل دي اخر طبقه بقى. هنحط شويه جبنه كده لزوم الدلع ولزوم المطه اللي هم عايزينها. على فكرة والله عجبت ولادي اكتر من اللازانيا كمان، وخفيفة جدا عن اللازانيا كمان. دي اخر طبقة بقى هحطها بشاميل، وبعدين ادخل القالب بتاعي الفرن. مجرد بس ما ياخد وش كده شوية من فوق كده، هحط له جبنة موتزاريلا كمان من فوق عشان ياخد اللون الجميل ده. كده خلصنا اهوت. بقول لكم شوفوا الحلاوة وشوفوا الجمال. تكفي 6 افراد دي ولا ما تكفيش؟ تكفي ويفيد والله العظيم. يعني كنا بقطع كده الخرطة منها، كانت كبيرة وحلوة وجميلة كمان. جاية اقطع لقيتها سايحة كده، سايحة ونايحة على نفسها، فقلت لا سيبيها شوية. بس في جماعة بقى واقفين ورايا، لا طلعيلنا لا طلعيلنا، احنا عايزينها سخنة وسايحة. شوفوا الطبقات بقى وشوفوا الجمال، والله حاجة تحفة. شوفوا الجبنة بتمط فيها ازاي كمان. يا سيدي اجربها انا بقى. يا سلام يا سلام. يلا ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، حطوا لايك بقى عشان الوصفة الحلوة دي. شوفوا العظمة وشوفوا الجمال. والله لو عملتها حتى لو عندك ضيوف وعملتها لهم وقدمتها لهم، شكلها شيك وجميلة وشكلها تحفة وطعمها اقسم بالله خطيرة 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 خطيرة. شوفوا الطبقات، شوفوا الجمال. يا سيدي يا سيدي، ايه الحاجات الجامدة دي، ايه الحركات الجامدة دي. بصوا بقى القطعة دي بقى انا سبتها لما هدت خالص وقطعت يعني، بس برضو لسه البخار بيطلع منها اهو. بس قلت برضو اوريلكم قطعة كده بعد ما هدت شوية. شوفوا حلوة ازاي، ولسه برضو الجبنة سايحة فيها اهيت. شوفوا مطة الجبنة وجمالها، وشوفوا الوصفة اللي انا عملتها معاكم النهاردة. اختراع شيمو يا جماعة، اوعوا حد تاني ينسبها لنفسه. تمام. شوفوا الجمال بقى وشوفوا الحلاوة. والله العظيم حاجة عظمة، عظمة العظمة كمان. يا سيدي يا سيدي على الحلاوة وعلى الجمال. طب بذمتكم العظمة دي تستاهل لايك ولا ما تستاهلش؟ والله العظيم تستاهل لايك يا جدعان. حطوا اللايك، حطوا اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات. فانتوا بقى شجعوني كده عشان انزل لكم بوصفات احلى واحلى كمان. انا لما بلاقي الفيديو كده جايب مشاهدات وجايب لايكات حلوة، بصراحة بيشجعني ان انا اعمل لكم حاجات احسن واحسن كمان. بيخلي الدماغ تشتغل. بتكيف انا من المشاهدات، اكيفكم انا بالوصفات. تمام يا حلوين، تمام. يلا بقى ما تنسوش تعملوا الشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، وانتظروني في فيديوهات اخرى.